أنا عايزاك النهاردة، عايزاك دلوقتي. أنا بصراحة مش قادرة، أنا عايزاك بأي طريقة. قلت لها أنتِ اتجننتِ، نعمل كده وجوزك موجود وعيالك كمان، ملكيش دعوة أنتِ. فاستغربت. عايزة أقول لكم إن أماني دي مرات صاحبي، والموضوع غريب شوية، بس يعني بدأت أربط المواضيع واللي بيحصل ببعضه، وعرفت إن جوزها يعني نظامه. بعدين هتفهموا لما القصة تبتدي، أو الحكاية يعني اللي أنا هقولها بتاعت أماني وصاحبي هو صاحبي، بنشتغل في مكان واحد بحكم يعني العشة، بقالنا كذا سنة مع بعض، ومن هنا بدأنا نتعرف. يعني أنا جبت مراتي ورحت عندهم وبدأنا نتعرف وبقينا أصدقاء مع بعض. لكن مراتي من النوع النكدي، حست بغيرة لما مرات صاحبي بدأت تهتم بيا. طبعا صاحبي أحمد كان بيقول لها على كل حاجة، لدرجة إن أنا يعني بشرب الشاي إزاي أو بشرب القهوة إزاي، إيه من الحلويات اللي بحبه، كانت عارفة عني كل حاجة. وإحنا قاعدين، مراتي قاعدة، كانت هي بتعمل لي كل اللي أنا عارفه. ومراتي بدأت تغير، ما كنتش باخدها معايا لما بروح لهم زيارات، بقيت أنا اللي بروح بحكم يعني إن صاحبي ومراته أنا بحبهم، وهم كمان معتبريني يعني واحد من العيلة. حتى كان ساعات يطلبني، بيقول لي تعالى معانا، بقول له أجي معاك فين؟ قال لي بصراحة أصل أماني عايزة تجيب شوية خضار من السوق، وأنا بقى ما بحبش المواضيع دي. قلت له يعني أنا اللي هروح معاها السوق؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ قال لي يا سيدي إيه المشكلة؟ ده هي بتحبك وبتعزك. بتحبني؟ بدأت بقى أشك في الأمر، وفعلا رحنا السوق اللي احنا رحناه كان زحمة. هي كانت ماشية في أولنا يعني، على أساس إن هي اللي بتجيب وبتنقي اللي هي عايزاه، وأنا لقيت صاحبي بيزقني وراها. الله، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ والزحمة تتزحم أكتر والناس تتزاحم ولا إيه؟ يزق وأنا في ظهر مرات أماني، إيدي ساعات على ظهرها، مش عايزة أحتك بيها أكتر من كده، وساعات كنت ببقى حاطط إيدي دي على وسطها، وهو يقول لي بالراحة يا عم، هو في إيه؟ هي هتتخطف ولا إيه؟ قلت له أنت مش شايف الزحمة اللي أنت فيها؟ لا إما تيجي تمشي أنت بقى جنب مراتك، أنا مش عارف أمشي. يقول لي لا كمل أنت، أنا خليك بس، أنا هجيب الحاجة وهوديها أنا العربية بسرعة. ومن هنا بقى بدأت أعرف اتجاه صاحبي، بس كنت لسه شوية لغاية ما أتأكد. كانوا دايما بيعزموني، وإيه اللي بدأت تبعت لي يعني من أول ما شافتني، أنا معجبة بيك وبشخصيتك. أقول لها مش عارف أتكلم بصراحة. هي كانت جريئة، كانت بصراحة زي الفرس، حلاوة وجمال، لكن صاحبي كان خيبة جنبها، كانت عايزة واحد زيي. بدأت وعرفت طبعها، بدأت آخد ودي معاها في الكلام، بدأت هي اللي بتعزمني. معقولة تعزمني؟ إحنا النهاردة يعني مستنيينك على الفطار. بتقولي ولا خلي صاحبك يكلمك؟ قلت لها لا أنا جاي. وفعلا كنت أروح أفطر عندهم الصبح بدري، واسيب مراتي أخش وراها المطبخ ولاقي جوزها يبقى لسه نايم. معقولة جوزها نايم وهي لسه بتحضر الفطار؟ واخش وراها المطبخ وامسكها واقرب منها. بصراحة كانت تلاقيها هي اللي بتهجم عليا، بتقولي انت وحشتني قوي. قلت لها بس في ايه اللي انت وحشتني دي؟ قالت لي بصراحة انا من زمان قوي وانا معجبة بيك. قلت لها انا عارف، بس مش كده، انت جريئة قوي. قالت لي وانت ما بتحبش الجراءة دي؟ قلت لها بحبها بس جوزي يعني. قالت لي ملكيش دعوة، بس خليك معايا. وانا بصراحة وهي اندمجنا جامد في المطبخ، لدرجة إني ما حسيتش بجوزي إلا وهو بيصفر من بعيد، زي ما تقولوا كده إن هو بيديني إنذار، يعني إن هو صحي وجايلنا المطبخ. بدأت أظبط نفسي وهي تظبط نفسها، وجي علينا فعلا المطبخ ويبص كده بيقول إيه؟ انتوا بتعملوا إيه؟ وبدأ يضحك. بصت له كده وتحط له ضحكة صفرة، كأنه يعني عارف وبيستهبل. ولا فيك إيه؟ قلت له إيه يا عم، أنت لسه نايم ولا إيه؟ معقولة تعزمني على الفطار وتكون لسه ما قمتش؟ قال لي بصراحة كسلان قوي. وبعدين هي مش أماني قامت بالواجب معاك؟ قلت له بس احنا لسه ما فطرناش. قال لي طيب خلاص اتفضل، البيت بيتك يعني. وفعلا دخل ياخد الشاور بتاعه، وانا قعدت مع أماني. قلت لها كده انت عايزة تفضحينا؟ قالت لي ما تاخدش في بالك، عادي ما تحطش في بالك. قلت لها هو ايه اللي عادي؟ ما تصرحيني كده بقى على بلاطة، انت بقالك كتير بتبعتيلي، والطريقة يعني اللي بينك وبين جوزك وبيني مش مريحاني، ما تقوليلي كده على بلاطة اللي بعدين هتفهمه. المهم فطرنا وجوزها جه ورحنا الشغل وسبتها. بدأت كل شوية تبعتلي وحشتني قوي. بقولك ايه، ما تيجي نتقابل؟ قلت لها انت اتجننتي، نتقابل فين؟ قالت لي يعني انا بصراحة اصلي انا تعبانة قوي. قلت لها هو انت جوزك ما بيقومش بالواجب معاكي ولا ايه؟ قالت لي لا، عادي كل يوم. قلت لها امال ايه؟ قالت لي لا اصلي انا بصراحة، تعبي ده بسببك انت، يعني مش عايزة اي حد وخلاص، بس انا عايزاك انت. وفعلا دخل ياخد الشاور بتاعه، وانا قعدت مع اماني. قلت لها كده انت عايزة تفضحينا؟ قالت لي ما تصرحيني كده بقى على بلاطة، انت بقالك كتير بتبعتيلي، والطريقة يعني اللي بينك وبين جوزك وبيني مش مريحاني، ما تقوليلي كده على بلاطة اللي بعدين هتفهمه. المهم فطرنا وجوزها جه ورحنا الشغل وسبتها. بدأت كل شوية تبعتلي وحشتني قوي.
بصراحة مع النكد اللي بتنكدهولي مراتي كل يوم ومع الاهتمام من دي الكلام سخني. قلت لها طيب أنا هشوف أي مكان في أي فندق ونتقابل. قال بس ما تتأخرش عليا أصلي أنا بصراحة ما عنتش قادرة قوي. قلت لها مفيش مشكلة، وفعلا رحت حجزت أوضة في فندق واتصلت عليها قلت لها هتقدري تيجي؟ قالت لي أنا تحت أمرك في أي وقت، أنت حبيبي وجوزي وكل حاجة ليا. قلت لها بجد؟ قالت لي اعمل عمل فيا اللي انت عايزه. قلت لها طب خلاص أنا هستناكي بعد الساعة، وبعت لها اللوكيشن، وفعلا جات لي بعد الساعة وطلعتها. طبعا فندق يعني في حتة كده ولا بيطلبوا يعني دي مراتك مش مراتك، وطلعت بيها. قضيت معاها أجمل ساعتين في حياتي، كنت مبسوط جدا. قلت لها ده انت جامدة قوي، ليه حق ما يقدرش عليا؟ قالت لي ايه تعبت ولا ايه؟ قلت لها لا، على مين؟ ونزلنا من الفندق وتوعدنا ان احنا نتقابل تاني. لكن اللي كان غريب إن هي طلبتني وقالت لي إحنا طالبينك تتعشى معانا النهاردة بالأمر. قلت لها ليه بقى؟ قالت لي يعني حاسة إن أنت يعني فيك حاجة. قلت لها لا مش هقدر آجي. قالت لي خلاص أنا هخلي صاحبك يكلمك. وفعلا لقيت أحمد صاحبي بيكلمني وبيقول لي أنت هتزعلها ولا إيه؟ هي عملت حسابك إن أنت هتتعشى معانا، أنت مال صوتك؟ قلت له لا مفيش، وأنت عارف النكد اللي عندي. قال لي طب بقولك إيه، ما تيجي تبات عندنا النهاردة؟ قلت الله، هو في ايه بالظبط؟ قلت له طب ماشي مفيش مشكلة. وفعلا رحت واتعشينا وقعدنا مفيش ثواني ولقيت الولاد دخلوا أوضتهم وناموا على طول. وأحمد قال لي انت عايز حاجة بقى، الأوضة فاضية اهي بتاعة الولاد، بتاعة يعني الأوضة الزيادة عندنا، وخش نام فيها، وأنا بقى تصبح على خير عشان ما عنتش قادر أفتح عيني. قلت له انت من أهله؟ ودخلت فعلا على السرير بتاع ابنها، بدأت أسند راسي على السرير وبدأت أفكر هو إيه اللي بيحصل ده. وبعد نص ساعة بالظبط لقيت أماني مراته جاية وبتفتح عليا الباب، وكانت لابسة قميص نوم أحمر بحمالات رفيعة من غير أي حاجة تحت. قلت لها أنت اتجننتي؟ إيه اللي أنت عاملاه في روحك ده؟ طب افرض حد من الولاد ولا جوزك يشوفك. قالت لي كلهم نايمين وأنا متأكدة ومتقوحنيش بقى. ودخلت وقفلت الباب. قالت لي بس أنت وحشتني قوي النهاردة. قلت لها الله، انتي ما بتشبعيش ولا ايه؟ قالت لي لا بصراحة منك انت ما بتشبعش. ودخلت عليا وبدأت هي تبدأ معايا، واحنا في نص العلاقة حسيت بحد ايده كانت على أكرة الباب. قلت لها ايه ده في حد عايز يفتح الأجرة. قالت لي لا مفيش حد، تلاقي أحمد رايح الحمام ولا حاجة وانت متهيأ لك. قلت لها لا، راحت نازلة من فوقيه وراحت قاعدة جنبي. قلت لها بس بصي انتي لازم تفهميني فيه ايه. وقمت بسرعة ورحت فاتح الباب، ما لقيتش حد. قالت لي أنا أفهمك بس يعني أرجوك تفهم ويعني تخلي يعني مخك كبير شوية. قلت لها ماشي مفيش مشكلة. قلت لها احكي لي بقى. قالت لي بصراحة جوزي عارف وكان عايز يسمع ويشوف كل اللي احنا بنعمله. قلت لها أنا حسيت وأنا عارف النظام ده من الرجالة، بس عمري ما كنت أتخيل إن صاحبي اللي بقالي سنين أعرفه ليه في المواضيع دي. قالت لي ليه، وانت ما بتشوفش في السوق بيعمل معاك ايه؟ بيخليك انت اللي ورايا، ما بتاخدش بالك إنه بيسيبنا في المطبخ أو يقولك روح هات منها الصينية ويعمل أي صوت وهو راجع أو جايلنا عشان نخلي بالنا. قلت له بس برضو ما كنتش أتخيل. قال لي لا، وهو اللي مرتب لحكاية النهاردة، هو عايز يسمع ويشوف بإنه أصل بصراحة المواضيع دي بتجننه أكتر وبتخليه يعني بيحب المواضيع دي في العلاقة، أو بيحب يشوفني كده. قلت لها طب ما تنوريني بقى وأنا كده زي